توقيع اتفاقيات جديدة بين المغرب وإسرائيل تهم المجال الفلاحي والماء. اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في المغرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جرى يوم أمس الخميس توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وإسرائيل تهم تعزيز التعاون وتعزيز الشراكة في المجالين الفلاحي والمائي بين البلدين، وذلك على هامش أشغال النسخة الثانية من المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية المنعقدة في مدينة مراكش. ووقع الاتفاقية محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ونظيره الإسرائيلي آفي ديشتير الذي يوجد في زيارة عمل للمغرب. وأجرى المسؤولان الحكوميان محادثات ثنائية. قبل التوقيع على الاتفاق ركزت على أهمية تبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الفلاحة والصيد البحري. ونصت المذكرة على التخطيط لإنشاء مركز للدراسات الفلاحية، وكذا إنشاء مشروع فلاحي تكنولوجي في مجال الفلاحة المائية بين البلدين. وفي تصريح صحفي عقب توقيع المذكرة قال آفي ديشتير وزير الفلاحة الإسرائيلي إن ما تم الاتفاق عليه بين البلدين يهم تبادل المعارف والخبرات فيما يخص الزراعة والماء، استراتيجيات الحد من المخاطر. كشفت شركة SDX Energy PLC البريطانية يوم أمس الخميس عن وجود رمال مشحونة بالغاز في بئر KSR 21 الواقعة بمنطقة سبو بحوض الغرب، بعد نجاح عملية حفرها إلى عمق يبلغ 1.955 مترا. وجاء في بيان للشركة البريطانية أن منصة الحفر الموجودة بالمنطقة المستكشفة سيتم نقلها في الوقت الحالي من المكان ذاته، وإخضاع البئر لتجربة قصيرة المدى قبل طرحها لفترة الإنتاج. وكانت الشركة قد أفرجت عن صور بدء عمليات حفر بئر KSR 21 أوائل الشهر الجاري من خلال استخدام تقنية المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد عبر استهداف منطقة محددة داخل التكوين الرئيسي لحوض الغرب. لا تنسوا الاشتراك والمتابعة إن أعجبكم هذا الفيديو.